النهارده معانا الفيات التيبو الهاتشباك. الفيات التيبو الهاتشباك هي من اهم العربيات، او فيات التيبو عامه السيدان والهاتشباك هما من اهم العربيات اللي دخلت السوق المصري في الفتره الاخيره او في الكام سنه اللي فاتت. العربيه دي اول ما نزلت كانت تصنف يعني كعربيه ميد سايز سيدان او سيدان كومباكت شويه، صغيره شويه. بس فعلا العربيه دي لما نزل الهاتشباك منها، العربيه فعلا ابتدت تختلف شويه وتخش في كاتيجوري مختلف شويه. ازاي؟ العربيه السيدان منها اول ما نزلت باعت وحققت مبيعات كتيره جدا، والدعايه والاعلانات اللي كانت معموله ليها كانت كتيره جدا. دي حاجه حلوه، دي حاجه حلوه. العربيه اول ما نزلت كانت في رينج ال 270 الف او حاجه كده للعربيه السيدان اعلى فئه، والسعر ابتدى يزيد 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 لحد ما وصل لحد 300 الف جنيه تقريبا الفتره الاخيره. والعربيه اللي معانا دي الهاتشباك اعلى فئه بقت 320 الف جنيه لموديلات 2021. بس هي فعلا من العربيات اللي تستاهل. 320 الف جنيه هو مش رقم قليل، بس فعلا العربيه حلوه، العربيه تستاهل ان انت تدفع فيها الرقم ده، عشان العربيه الهاتشباك بالذات من الفئات التيبو هي عربيه شبابيه. والعربيات الشبابيه زي ما قلنا واحنا جربنا السيات الابيزا قبل كده، السيات الابيزا من العربيات الشبابيه الحلوه، والفئة التيبو هي كمان ابتدت تنافسها. الإبيزا ممكن يكون شكلها صغير شوية، الشنطة صغيرة شوية، العربية طولها أصغر شوية فتحسها شبابية أكتر. بس العربية دي فعلا حلوة جدا وفيها فيتشرز وأوبشنز حلوة جدا. ايه المختلف بقى في العربيه دي عن العربيه السيدان؟ هنشرح الكلام ده كله، وعشان كده انا ما رضيتش اجيب العربيه الفئات التيبو السيدان العاديه، وكنت عايز اجيب العربيه الهاتشباك من الفئات التيبو ونعمل عليها ريفيو وهنجرب كل حاجه فيها. بس قبل ما نبتدي الفيديو، قبل ما نجرب العربيه، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، عشان ناس كتير قوي من اللي بتتفرج مش بتعمل سبسكرايب. وهنزل فيديوهات احلى وانواع كتيره ودراج ريسز وحاجات هتبقى حلوه جدا في الفتره الجايه. فيلا بينا نبدا الفيديو، ويلا بينا نشوف العربيه الفئات التيبو الهاتشباك والفرق ما بينها وما بين العربيه السيدان. يلا بينا. التيبو السيدان من بره مش مختلفه كتير، بس الحلو في العربيه دي ان الفوانيس بتاعتها فيها داي لايت وكمان فيها زينون، بس الفوانيس العاليه النور العالي فيها والفوجات للاسف بيجوا هالوجين. وكمان العربيه الجنوط اللي بتنزل معاها تو تون زي ما انتم شايفين 17 انش، جنوط حلوه جدا. وكمان من الحاجات اللي بتعجبني قوي في العربيه دي ومن ساعه ما نزلت هي اللاينز اللي فيها والخطوط اللي فيها، وفي الكبوت من قدام بتلاقي فيه لاينز، تحس ان العربيه ستايلها مختلف شويه عن العربيات اللي في الفئه الاقتصاديه، او حتى لو عليت في العربيات الميد سايز سيدان. فالفئه التيبو لما نزلت كانت مختلفه بستايل مختلف، والفوانيس بتاعتها من ورا مختلفه شويه، وكمان في اختلاف في الفوانيس اللي ورا من التيبو السيدان من التيبو الهاتشباك زي ما هنشوفها دلوقتي. فيلا بينا. وقبل ما نبتدي نشوف العربيه، ده مفتاح التيبو طبعا معمول كربون فايبر، ويعني حركات يعني بصراحة حلوة جدا. مفتاح حلو، العربية حلوة. يلا بينا نتفرج على العربية زي ما شفتوها من بره، وهنشوف العربية من ورا، وهنطلع نجرب العربية دي. يلا بينا يلا بينا. تعالوا بقى نتكلم عن الفئات التيبو من جوه. الفئات التيبو الهاتشباك زي ما قلنا من بره ان هي شكلها رياضيه اكتر، والشباب بالذات او الناس الصغيره بالذات ممكن في اوائل العشرينات حتى هم اللي يبقوا حابين الشكل ده، عشان العربيه سعرها مش غالي قوي، بس ممكن تكون ما بتديلكش احسن اداء. اول ما نزلت كانت الغرض منها ان هي عربيه اقتصاديه تنافس في الفئه الاقتصاديه اكتر. ممكن تكون كانت في الفئه بتاعت البيجو 301 او الستروين سيليزين نيسان السنترا او الحاجات دي في الاول، وبعدين سعرها ابتدى يزيد شويه بشويه لحد ما ابتدت بقى تخش في 300، والهاتشباك سعرها عدى 300 في الموديلات بتاعت 2021. فالعربيه دخلت بقى في الكاتيجوري بتاعت العربيات الميد سايز سيدان شويه. ممكن تقول ان سعرها ابتدى ينافس الهيونداي الانترا او التويوتا كرولا او العربيات اللي في الفئه الاعلى منها شويه. العربيه
تستحق ده. العربيه فيها حاجات كتير مميزاها عن العربيات التانية. اولا العربيه من بره شكلها حلو، العربيه فيها داي لايت زي ما قلنا والنور الزينون. غير كده كمان زي ما قلنا ان الهاتشباك ممكن يكون شنطتها اصغر شويه، بتنزل بشنطه 440 لتر، بتنزل بشنطه اصغر من السيدان، بس بتضطر بقى تضحي ان انت بتاخد حاجه مقابل حاجه، شكل احسن شويه، شكل شبابي اكتر، رياضي اكتر. العربيتين السيدان والهاتشباك بينزلوا بنفس الموتور ونفس الفتيس. الموتور اللي هو 4 سلندر 1600 سي سي عادي، بيطلع 110 حصان و152 نيوتن متر. وكمان الفتيس اللي بينزل معاها هو فتيس 6 سرعات عادي جدا. وده ممكن يكون هو الحاجه اللي كاتمه شويه العربيه دي، او مش مخليها ان هي الريسبونس بتاعها سريع قوي، او في النقلات مش فليكسبل قوي زي العربيات اللي ممكن تكون شبابيه او بيرفورمانس اكتر من كده. في ناس بتبقى عايزه تشتري العربيات الجولف عشان البيرفورمانس العالي والاداء العالي، بس العربيات الجولف في منها بينزل 1600 تربو او 1200 تربو او 1400 تربو، ما بتبقاش يعني الباور الخارق. واغلب الناس اللي بتشتري الجولف بيبقوا شاريينها عشان يعدلوا فيها، او ان هم يحطوا انجن او موتور جديد يبقى اقوى واحلى، والاستابيليتي بتاعتها حلوه، وكمان الفتاسل دي اس جي. فهي العربيات الجولف عامه بتبقى كباكج كده احسن شويه من العربيات التانية. وانت كمان بيبقى عندك كابابيلتي، او ان انت ممكن تعدل فيها او تعمل تيونينج او ستيجز او اي حاجه زي ما انت عايز. العربيه الفتيس بتاعها مش احلى حاجه، بس هو تحسه من اقل دوسه بتحس انه عايز يجري. الفتيس بتاعها مش فليكسبل قوي، بس يعني هو ده كان المطلوب منها. انت لو كنت راكب العربيه السيدان، او اغلب الناس اللي بتركب العربيه السيدان بتبقى راكباها عشان عربيه اقتصاديه اكتر ما هي عربيه شبابيه. الناس كانت بتحب العربيه دي قوي عشان بالرغم ان هي اقتصاديه، بس هي كانت بتقدم لك شويه فيتشرز حلوه شويه. يعني ايه؟ يعني العربيه دي الثبات بتاعها، الاستابيليتي بتاعتها حلو جدا، حلو جدا مقارنه بالكاتيجوري او في الفئه اللي هي فيها. وكمان الستيرنج بتاعها اتقل شويه من عربيات تانية، او هو تحس ان هو ما هوش تقيل قوي لدرجه ان هو يبقى رخم، او تحس ان هو مقرف او ان هو صعب. ما هوش برده هو خفيف على السرعات، فهو حته في النص كده حلوه. وكمان انت عندك ان انت لو عايز تخفف الدركسيون او تخفف الستيرنج بتاع الدركسيون، انت عندك ان انت ممكن تدوس على زرار هنا في اسمه زرار السيتي. زرار السيتي ده بيخلي الدركسيون بتاع العربيه ده بيبقى اخف، يعني الستيرنج بيبقى اسهل واسلس بكتير. الشاشه اللي بتنزل معاها دي، العربيه اللي احنا راكبينها دي 2020، الشاشه اللي بتنزل معاها هي 7 انش. الشاشه دي طبعا يو كونكت هو في السيدان والهاتشباك، بس الفرق ان الشاشه دي اكبر شويه من الشاشه اللي موجوده في العربيه السيدان. لو انتوا عارفين العربيه السيدان او حد شاف العربيه السيدان قبل كده، اكيد مصر كلها شافتها، بتبقى الشاشه بتاعتها صغيره قوي وتحسها قلبه على كاسيت شويه، ما بتبقاش شاشه يعني بصراحه. فهي مش احلى حاجه في السيدان، بس في موديلات 2021 ابتدوا ان هم ينزلوا شاشات احسن شويه، شكلها احسن شويه، عشان بصراحه المنظر كان يعني صعب قوي. وكمان عندك العدادات الانالوج بتاعت العربيه دي، انا بصراحه من العدادات اللي بحب شكلها، والدريكسيون نفسه كاوفر اول توتال كده. العربيه الديزاين بتاعها كانتيريور حلو وعجبني وانا بحبه. وعندك كمان التاير بريشر مونيتورنج سيستم اللي هو بيقيس ضغط الهواء في العجلات. وعندك كمان العربيه بينزل معاها الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. وعندك كمان العوامل الامان بقى اللي موجوده في العربيه دي، ان هي فيها اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، وفيها البريك اسيست، وفيها الفرامل اللي ورا ديسكات مختلفه عن العربيه السيدان. بس للاسف الحاجه الوحيده الوحشه في العربيه دي ان العربيه دي واللي احنا راكبينها دي الهاي لاين بتنزل ب2 اير باجز بس. العربيه الهاي لاين في السيدان بتنزل ب6 اير باجز، وانا بصراحه معرفش ليه هم عملوا حركه زي دي، وهم عندهم الامكانيه ان هم يركبوا 6 اير باجز وحطوا 2 بس. دي حركه بصراحه غريبه مش مفهومه ومش حلوه. يعني انت عندك الامكانيه والعربيه اغلى اصلا من العربيه السيدان، فانت ليه تشيل منها اير باجز؟ يعني تاني حاجه لازم نتكلم عليها، عشان برضو العربيه دي لحد دلوقتي يعني موجوده في الكاتيجوري بتاعه العربيات الاقتصاديه، هي الماتيريالز بتاعه العربيه دي. الماتيريالز في العربيه دي اغلبها هتلاقيه بلاستيك، بس بلاستيك سوفت تاتش، ماتيريال سوفت تاتش. الحته المختلفه بس ممكن تكون حته في البيبان كده ماتيريال شبه القماش شويه او حاجه كده، يعني اللي هو تحس شبه اللي هو يعني صالون البيت شويه، بس هو حلو يعني، عامل اختلاف شويه عن ان العربيه كلها تبقى بلاستيك. وطبعا هم كان هدفهم ان هي تبقى عربيه اقتصاديه، فهي انا شايف بصراحه ان الماتيريالز بتاعتها حلوه.
الماتيريالز مش وحشه كعربيه محطوطه في الكاتيجوري ده بالسعر ده. وكمان تبع بقى السسبنشن، الحاجات اللي احنا قلناها دي من شويه، والراحه والاستابيليتي اللي احنا اتكلمنا عنها شويه، ان الكراسي بتاعت العربيه دي هي مريحه اكتر من عربيات تانية في نفس الكاتيجوري. برضو الكراسي بتاعتها حلوه ومريحه. كمان عندك اللامبر سبورت اللي هو دعم القطنيه او الكرسي يطلع لبره من تحت كده شويه عشان تبقى مرتاح لو انت بتسوق مسافات طويله. وكمان الكرسي بيجي للاسف قماش مش بيجي جلد، فدول حتتين يعني كان لازم نقولهم عشان العربيه دي لازم تحكي فيها في كل التفاصيل، عشان دي التفاصيل اللي الناس كانت مهتميه بيها لما العربيه انتشرت جدا وباعت مبيعات كتيره جدا من ساعه ما نزلت. ودي طبعا كانت العربيه الفيات التيبو الهاتشباك اللي معانا النهارده، اللي هي غنيه عن التعريف اصلا ومن العربيات اللي انتشرت جدا الفتره الاخيره. بس العربيه الهاتشباك هي اللي ما انتشرتش زي السيدان. طبعا هي ممكن تقول ان هي مختلفه شويه عن العربيات السيدان التيبو العاديه عشان هي انتشرت قوي. العربيه دي شكلها عاجبني، الاداء بتاعها هو ده اللي مطلوب منها. مش هقول لك ان هو ادائها خارق، بس هي ادائها اقتصادي ماشي، بس مش وحش يعني. مش هقول لك ان هي بطيئه للدرجه اللي ممكن ان هي تبقى رخمه يعني. وكمان الديزاين بتاعها من بره بالدي لايت بكل حاجه هي حلوه. العفشه بتاعتها مريحه، القعده نفسها مريحه، وعندك اللامبر سبورت. فهي العربيه كباكج العربيه حلوه وادت الغرض اللي هي جايه عشانه اصلا. بس كده، هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده للفيات التيبو الهاتشباك. وان شاء الله الفيديو ده يعجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وما تنسوش تعملوا شير للفيديو عشان كل الناس تشوفه. واشوفكم فيديو جاي، وان شاء الله فيديوهات احلى كتير قريب.